السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا على خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشهيوه بسيطه، قنينطات اولا سيجار بالحوت والفيرميسيل كيجيو غزالين. كيجيو رائعين بحشوه اللي هي مالحه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، غادي نتعرفوا على المكونات وكذلك على الطريقه ديال التحضير، الطريقه اللي هي بسيطه. هنا بغيت نوريكم القرمشه لكن اسمحوا لي كان صداع في الفيديو، اضطريت في المونتاج نقطع عليه الصوت. غادي ندوزو لكل مراحل وعلى بركه الله. هنا من بعد ما نقيت الحوت وغسلته مزيان، دوك القشور ديال الكروفيت حتى هما كنغسلوهم مزيان وكنغليوهم في الماء مع ورقه ديال سيدنا موسى. وهنا غادي نصفيهم وغادي تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير. بالنسبه خلاص للورقه، انا راه سبق شاركتها معكم، الورقه راه عندي في لاشين، غادي نحط لكم غير الرابط ديالها في صندوق الوصف. ورقه اللي هي معتمده عندي، غزاله صراحه، كتجي وهناتني، ما كنشريش نهائيا الورقه. ان شاء الله تجربوها كتصدق معكم من اول تجربه. هنا انا صفيت هاد القشور ديال الكروفيت وغادي نسلق فيهم الفيرميسيل. ديروا فيهم ورقه ديال سيدنا موسى، كيعطيو واحد البنه خطيره الفيرميسيل. وغادي ندوزو دابا باش نوجدوا الشرموله. بالنسبه للشرموله اللي غادي نستعمل القزبور والمعدنوس، هنا الربيع، شويه شويه من كل حاجه. هنا عندي البابريكا، الكمون، واحد المعلقه صغيره عامره مزيان، الخرقوم، والثوم واحد 4 ديال الدريسين ديال الثومه، وكذلك سكينجبير حتى واحد المعلقه صغيره. انا كنعبر هنا بمعلقه صغيره بزاف، داكشي كتشوفوني كندير وكنعاود. لكن الشرموله على حسب حتى الكميه، العطريه ولا هاد الشرموله اللي كنوجدو على حسب الكميه، عينيكم ميزانكم. المهم تشوفوا معايا المكونات اللي درت. كذلك الهريسه، انا درت واحد المعلقه صغيره، الهريسه كتبقى حسب الذوق حتى هي كتبنن الحشوات. وهنا صوص الصوجا غادي نضيف منها واحد المعلقه صغيره، والقياس ديال الملحه. كذلك غادي نضيفوا زيت الزيتون، هنا واحد الكميه من زيت الزيتون. ونضيفوا لهاد الشرموله هذه الماء باش نطحنوها مزيان. انا ضفتها هنا في الهاشوار، طحنتها، نسيت الحامض، ما تنساوش الحامض. هنا غادي نولي نقطع هكا واحد المورسو ديال الحامض ونطحنوه مزيان. هاد الشرموله هذه كتجي بنينه بزاف، ان شاء الله تجربوها. هنا انا خديت الكروفيت وضفت ليه واحد 2 معالق من هذيك الشرموله، وغادي نشحرو دغيا كيطيب. كنحركوه شويه، كتشوفوا هكا يعني ينشف صافي، من بعد كنطفيو عليه دغيا هو كيطيب. ها نتوما كما شفتوا معايا صافي. هنا غادي نطفي عليه، كيجي بنين بزاف بهاد الشرموله هادي. ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه تنال اعجابكم. هنا كذلك في نفس المقله، يعني ماشي كل مره غادي نوضو نغسلوها، غادي نديروا 2 ملاعق كذلك كبار من الشرموله، وغادي نضيفوا ليها نوع اخر من السمك. نتوما شنو متوفر عندكم؟ انا هنا استعملت الروكان، تقدروا وانتم استعملوا اللي متوفر عندكم. ما كنقتصروش يعني على واحد النوع السمك، النوع اللي كتفضلوا استعملوه. هنا غادي نشرملو مزيان حتى هو راه كيطيب، يعني دغيا كيف ما كتعرفوا. كنحيدوا له داك العظم ديالو وكيتفرتت مع شرموله، كيجي زوين. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، نضغط عليه مزيان دغيا حتى هو كيطيب، نشحروه شويه ونحيدوه حتى هو. وغادي ندوزو نكملوا الحشوه ديالنا. هنا من بعد ما طابت ليا الفيرميسيل تسلقات، سقطرات مزيان، وهنا غادي نقطعوها مزيان كما شفتوا اللون ديالها. داك القشور ديال الكروفيت كيطلق فيها داك اللون وكيعطيها حتى بنه. المهم غادي نكملو. هنا طاب ليا الحوت. كتجي هاد الحشوه هادي بنينه بنينه بزاف، كتجي خطيره، ان شاء الله غادي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هنا غادي ناخذ الفطر حتى هو، خديت علبه صغيره وغادي نشحرها مع شويه ديال الشرموله. كما شفتوا المقيله فاش خدمت، يعني شحرت فيها كلشي. والشرموله الكميه اللي درت كفاتني، يعني نتوما ديك الشرموله كتقسموها. حتى هو شحرته شويه. هنا ضفت الزيتون مقطع، زدت انا قطعته مزيان، ما كيعجبنيش هكا كيبقى دوائر، من الافضل تزيدوا تقطعوه اكثر. ودرت فخوماج احمر غابي. وغادي نخلط هاد الحشوه، نخلطها مزيان. وكانت هذه الحشوه اللي غادي نستعمل في السيجار، كتجي بنينه بزاف. غادي نخلطها مزيان باش كينسجموا لي العناصر مع بعضياتهم. هنا باقا سخونه، راه يذوب داك الفرماج لداخل. والمهم يتخلطوا جميع المكونات مع بعضياتهم. انا راه كنقول ليه لولدي دوق لي، عافاك شوف لي واش ناقصه الملحه ولا خاصها شي حاجه، ويقول لي راه خاصه شويه ديال الملحه. المهم غادي نزيد نعصر شويه ديال الحامض ونخلطو مزيان. وكانت هذه الحشوه ديالنا، حشوه كتجي زوينه بزاف.
وبالنسبه للورقه ما بينتهاش معكم في الفيديو بلا ما نطول عليكم، راه سبق ليا وحطيتها معكم. ورقه اللي هي بسيطه، طريقتها سهله بزاف وتوجدوها في الحين، يعني ما تحتاجوش كاع تشريو الورقه، كتجي مقرمشه. انا خدمت بها المملحات، خدمت بها المعسلات، كتجي رائعه. هنا بالنسبه للشكل اللي تخدموا به، غتقدروا تخدموا الشكل اللي بغيتوا، ديروا بسيطلات صغار اولا ديروا هكا قنينطات، ولا تقدروا ديروهم بريوات، يعني شكلوا بالطريقه اللي جاتكم اسهل. انا هنا راه كنت قريبه المغرب وخاصني ندير واحد الطريقه اللي هي سهله بزاف، هي الطريقه ديال لي سيغار، يعني بلا ما نحتاج داك المول باش نمونطي بسيطلات ولا شي حاجه. ما بغيتش نتاخر وصوبتهم هكا قنينطات، درتهم كبار كيجيو زوينين بزاف. والله البنات غير جربوا هاد الورقه، جربوا الطريقه كتجي زوينه. انا كيف مولفتكم دائما ما كنبارطاجيش معكم اي حاجه، ولا نكون عاد جربت شي حاجه كنبارطاجيها معكم، الا كنبارطاجي معكم الحاجه اللي كتعجبني، الحاجه اللي كتصدق ليا زوينه. يعني ما غاديش تحشمني معكم. الحمد لله البنات اللي كيجربوا شي حاجه كيشكروني عليها. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. بالنسبه خلاص الورقه، رجعوا الفيديو، راه حطيته فيديو قديم. ورقه اللي هي معتمده عندي، ما كنبدلش الطريقه ديالها، سهله بزاف. وهاد لي سيجار هادو تقدروا توجدوهم يعني بسرعه، كيف ما شفتوا طريقتهم سهله. ما كياخدوش منك وقت. انا هنا الورقه راه كبيره كتبان في الفيديو، كنديرها في المقله ديال الطفل الكبيره. وهكا من شكلت بهاد لي سيجار جاو كبار كيجيو زويونين. وبالنسبه خلاص للشكل، كيف ما سبق قلت لكم تشكلوا بالطريقه اللي ارتحيتوا فيها، اللي عجباتكم. وانا بارطاجيت معكم غير الحشوه. الورقه سبق وحضرتها معكم، سمحوا لي قبلوا على الصوت راه مع الرواح. وغادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل هكا الكميه اللي عندي. وان شاء الله غادي ندخلهم للفرن وغادي نوريهم لكم في الشكل النهائي. هنا ديال الكميه اللي خدمت. انا راه كنت زربانه ها كنعمر ونحط. المهم هادو هما الكميه اللي عطاوني. غادي هنايا ندهنهم بالزيت، ولا دهنوهم بالزيت ولا الزبده، بغيتوهم يجوكم لونهم حمر نيت تقدروا دهنوهم بشويه ديال البابريكا هكا مع الزيت، ودهنوهم كيجيو حمر بزاف. ما كانلاش انا هنا دهنتهم غير بزويته، تقدروا دهنوهم بالزبده ولا بالزيت اللي بغيتو. ودخلتهم للفرن. المهم هو المذاق والتقرميشه، يا سلام. ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. ما تنسوش تخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. لي لايك ديالكم ما فيها باس، كتفرجي ولا كتفرج الفيديو، ما فيها باس واحد اللايك، واحد الكومونتير يكون زوين. وهكا كتشجعوني اكثر باش يعني الوصفه اللي جربتها غادي نحطها معاكم ونبارطاجيها معاكم. هنا راه الفيديو ما عطاهمش حقهم، سخونين، بغيت نوريهم لكم من الداخل لكن راه حرقوني في يدي، باقيين سخان بزاف. كيجيو زوينين كيجيو مقرمشين، هذا هو المهم. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى مع فيديو اخر. ما بقى لي الا نقول لكم تبقاو على خير.